مساء الخير. احيانا كده بيجيلي زوجات بيقولوا لي الحقنا، الزوج طردنا من مسكن الزوجية واحنا عايزين نتمكن من المسكن ده. فهنا انا ببتدي اسأل شوية اسئلة بسيطة عشان اعرف اتجاه التمكين هيبقى عامل ازاي. زي مثلا انت معاكي اطفال منه ولا لا، لسه على ذمته ولا لا. بتبقى في شوية تفاصيل كده لازم نسأل فيها عشان نعرف المجرى الصحيح بتاع التمكين. وهنا بتفاجئ بشوية حاجات، يعني زي مثلا ان هي مثلا ما يكونش معاها اطفال. تمام. عايز تتمكن من مسكن الزوجية، دي امرها بسيط ان شاء الله. التانية تقول لي مثلا معايا رضع. التالتة مثلا تقول لي معايا اطفال. وحالات كتيرة بقى مشابهة للكلام ده. فاحنا هنا جايين نشرح شوية حاجات بسيطة كده من باب العلم بالشيء لمعظم الزوجات. نتمنى ان هي تبقى اخدة في الاعتبار هذه الاشياء. اول حاجة بالنسبة للزوجة اللي هي مش معاها اطفال، دي بيطلع لها قرار تمكين بالمشاركة، وقرار التمكين هنا بينتهي بانتهاء العلاقة الزوجية. تمام. اما بخصوص اللي معاها رضع بيطلع لها قرار حيازة في خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، محمي بقوة القانون، وده لصالح عشان خاطر الطفل بالاخر، فبيطلع لها في خلال 48 ساعة. اما بخصوص التالت، ان هي تبقى معاها اطفال مش معاها رضع، بيبقى في خلال 15 يوم قرار الحيازة بيطلع، وتنفيذه بيبقى في 15 يوم كمان، يعني ممكن يخش لها في شهر التنفيذ بتاعها. طيب طرق التقديم ازاي يا استاذ؟ لا، طرق التقديم دي بيتقدم طلب لرئيس نيابة الأسرة، بيتم شرح الوضع كامل في الطلب. تمام. بعد كده بتخش الرئيس نيابة الأسرة، رئيس نيابة الأسرة هنا بيسألها بعض الأسئلة، وبعد كده بيحولها لاستيفا عشان تشوف شغلها بقى الاستيفا. شغل الاستيفا ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيسألها سين جيم، بعد كده بيبتدي ينزل بنفسه، يحدد موعد مع الزوجة ويبتدي ينزل بنفسه عشان يتطقص في العقار اللي فيه العين المستأجرة، إذا كان هي فعلا ساكنة من ساعة بداية العلاقة الزوجية ولا لأ. وبعد كده بيطلع تحريات بقى تشيخ الحارة عن صحة أقوال الزوجة، وبالتالي الكلام ده كله بيترفق في طلب تاني بالشروط اللي اتطلبت دي لرئيس نيابة الأسرة. الكلام ده بيبقى في خلال 15 يوم من بداية تقديم الطلب. بعد كده بيتم استخراج قرار الحيازة. تمام. وقرار الحيازة ده بقى بيطلع محمي بقوة القانون، بيخلي الزوجة تخش العين بقوة القانون، مفيش حاجة تحول أو تمنع حاجة زي كده. طرق تنفيذ بقى قرار التمكين ده بيبقى عن طريق المحضرين، محضرين التنفيذ. ازاي يا استاذ؟ طيب لازم اول حاجة يتم اعلان الزوج بقرار الحيازة، وبعد كده بيتحدد موعد عن طريق مستشار التنفيذ لدخول العين. الكلام ده بيحصل مثلا في خلال 15 يوم من استصدار قرار التمكين او قرار الحيازة من نيابة الأسرة.